بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، مرحبا بكم جميعا. نلتقي في هذا المحفل الذي حرصنا نحن كحزب حماة الوطن على أن يكون لنا الكثير والكثير فيه، وهو الحوار الوطني. وحزب حماة الوطن منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامره بإجراء الحوار الوطني على مستوى الجمهورية وطرحه بين فئات المجتمع المدني والأحزاب، كنا من الأحزاب السباقة في هذا الأمر، وعقدنا العديد مئات من الجلسات في المحافظات. نحن هنا في الجيزة على سبيل المثال منذ 3 أسابيع نعقد ندوات لكي نستخلص توصيات تقدم لصانع القرار. وقبل هذه الجلسة كانت هناك جلسة من أساتذة الزراعة والاقتصاد، جلسة مطولة، وكانت هي الجلسة الختامية. باسمي وباسم حزب حماة الوطن نرحب بالسادة الحضور، وعلى رأسهم الوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، الأستاذ سلمان وهدان وكيل مجلس النواب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي، النائبة هند رشاد عن حزب مستقبل الوطن، النائبة اياد حسين عن حزب مستقبل الوطن، النائب ابراهيم خليفة، النائب زكي عباس. الكثير والكثير من نواب مستقبل الوطن كانوا حريصين على هذا اللقاء، ولكن حدث امر جلل لهم صباح اليوم، فالكثير اعتذر لانه في هذه المناسبه الغير سعيده، وهي حادث اليم لاحد اعضاء هيئه المكتب. نرحب بالساده الضيوف، السيد نائب وزير الزراعه والمنصه الكريمه الاستاذ الكريم والفاضل علاء فاروق رئيس مجلس اداره بنك الزراعه المصري. ونحطكم علما بان محور الحوار الوطني الذي تبناه الحزب تنوع واختلف في عناوينه ما بين ما يهم الجميع في الناحيه السياسيه والناحيه الاجتماعيه والناحيه الاقتصاديه. وكان لنا تركيز في الجيزه بالذات على قطاع الزراعه، وكان عنوان هذا المحفل الزراعه المصريه هي طرق النجاه لمواجهه ازمه الغذاء العالمي وتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه. ولماذا تم اختيار الزراعه بالذات؟ لايماننا الشديد ان من لا يملك قوته لا يملك اي شيء. الزراعه هي الوحيده التي ممكن ان تقدم الكثير والكثير للاقتصاد المصري في خلال شهور قليله. يعني دايما انا بقول الزراعه غير الصناعه، الصناعه النهارده عشان انشئ مصانع هناخد سنوات وسنوات، ومحتاجه ماليه كبيره جدا جدا، محتاجه تنافسيه وهتواجه تنافسيه عاليه جدا بره، ولكن الزراعه لا يوجد بها اي تنافس، لان احنا لما نفكر نزود الرقعه الزراعيه بتاعتنا هنزودها على الاراضي الصحراويه والخاليه من الامراض. لذلك كان حرصنا على ان نهتم بقطاع الزراعه ونقدم رؤيه جاده لاستصلاح اكثر من 2 مليون فدان اراضيهم موجوده والميه بتاعتهم موجوده بعيدا عن مياه النيل وبطرق الري الحديثه،
واعتقد ان ذلك سيساهم في سد الفجوه الغذائيه، وسيعمل على توفير العمله التي نستورد بها معظم السلع الرئيسيه من الخارج. لذلك اخترنا محور الزراعه في المقام الاول. فنرحب بكم جميعا، وشرفنا في هذا الحفل بتشريف السيد رئيس الحزب الفريق العظيم جلال الهريدي مؤسس الصحافه المصريه، اللواء احمد عوضي النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنه الدفاع والامن القومي، النائب اللواء طارق نصير الامين العام للحزب، الاستاذ الدكتور احمد رزويفي امين التنظيم، الدكتوره ميرال الهريدي عضو مجلس النواب. فباسمهم جميعا نرحب بكم، وعلى بركه الله نبدا هذا المؤتمر الكريم، وباذن الله سيكتب الله لنا النجاح فيما وصلنا اليه من توصيات هي قادره على ان تفرض نفسها بقوه حبنا للوطن ان احنا ننفذها على الفور، لان الحمد لله توصيات يعني فوق العاده، وشارك فيها اكثر من 120 استاذ جامعي على مدار الاسابيع اللي فاتت، اخرهم كان في الجلسه السابقه. شكرا ومرحبا بكم.